مجموعة أصلا موهوبة ثم صقلت في أفضل الدوريات الأوروبية. عشان كده بيلعبوا الند بالند، لعبوا الند بالند مع كرواتيا، كسبوا بلجيكا المصنف رقم 2 في العالم. انما الفوز المباراه القادمه بالنسبه لقدام المنتخب الكندي مهم، عاوزين مركز اول. نبعد عن اسبانيا. نبعد عن اسبانيا. اسبانيا افضل من المانيا رغم الاثنين اقوياء، انما مكسب كندا مهم. التاهل في المركز الاول اهم. عاوزين نبعد عن اسبانيا، لان اسبانيا من افضل الفرق حتى الان في البطوله. ممكن شفنا البرازيل، شفنا فرنسا، شفنا اسبانيا. الثلاث فرق دول ممتازين وعندهم استمراريه في الاداء ولعبهم سريع وعندهم نجوم يقدروا يخطفوك في اي وقت. فنبعد عن اسبانيا ونسهل المأموريه ونسهل المشوار بالنسبه للمنتخب المغربي اللي بيقدم كره ممتعه. اتمنى التوفيق برضو للسعوديه، لتونس، لكل المنتخبات العربيه. واهم حاجه ان الاعلام العربيه كلها موجوده والناس مبسوطه كلها. فربنا سبحانه وتعالى يديم الامن والامان والسعاده على القطريين اللي كانوا سبب ان نجمع كل العرب الموجودين، واهم علم العالم الفلسطيني. كانوا يقولوا كاس عالم هيبقى حصان طروادة لدخول التطبيع ودخول امور اخرى. لا، احنا بنرد نقول ان كاس العالم كرة قدم، وبنقدم نفسنا كعرب للعالم اجمع بصورة مختلفة. لا زالت احتفالات المغاربة مستمرة هناك بعد انتصار كبير حققته المغرب اليوم على بلجيكا. حمد. مرحبا. نعم، نحن لا زلنا نتواجد في مهرجان الفيفا للمشجعين. أجواء استثنائية صراحة. المباراة انتهت بالتعادل، ولكن كما ذكرت بأن هناك فعاليات تخلقها الانتصارات، ولذلك سنستمر بأخذ آراء ورصد آراء الجماهير المغربية بفوز المغرب اليوم. التاريخ اليوم المغرب فازت على المصنف الثاني عالميا المنتخب البلجيكي. لا زالت الاحتفالات مستمرة. اول حاجه كنبغي نشكر قطر على التنظيم اللي في المستوى، التنظيم الكبير. ثاني حاجه كنبغي نهنئ كاع الجماهير المغربيه على هذا الفوز اللي استثنائي وما غاديش ننساوه ان شاء الله باذن الله، وديما مغرب. احنا شكرا نهنيو القطر ونهنيو المنتخب المغربي ونهنيو الركراكي على المستوى اللي قدم المنتخب اليوم، وديما مغرب. نهنيو الفريق ديالنا اللي فرحنا في هذه قطر، ونهنيو جميع الجماهير المغربيه لا هنا في قطر لا في البلاد ديالنا، وجميع المغاربه لا تونس ولا المغرب ولا السعوديه ولا توقعاتك من المنتخبات العربيه بيتأهل للدور الثاني؟ والله ان شاء الله السعوديه، متأملين بالسعوديه والمغرب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شنو الاجواء بشكل عام؟ الاجواء كان اللاعب رقم 12 هو الجمهور كان رائع اليوم، وكنشكر المدرب الركراكي اللي غير التكتيك في طيب شباب، عشان اختصار الوقت بس سمعوني شيء مغربي يلا بسرعه. جيبوها يا الاولاد، جيبوها يا الاولاد، الله 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 الله، جيبوها يا الاولاد، جيبوها يا الاولاد. اذا هكذا هي الاجواء هنا، الكل مستمتع. وعوده اليكم في الاستديو. المغرب والسعوديه في دور 16 باذن الله. شكرا لحمد. الله 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 الله. هكذا تحتفل الجماهير المغربية، هكذا تشجع منتخب بلادها. دولة قطر اللي دعمونا، وجميع الشعوب العربية كانت في الملعب ودعمتنا إلى أقصى درجة. ولكن نقطة فاصلة كانت المدرب المغربي الأصيل، وكذلك لاعبي الاحتياط اللي كانوا على قدر المستوى. كل كان على قدر مستوى المسؤولية. يعني الحمد لله الله يجزيكم بخير. يعني نشعر على أننا في المغرب، لعبنا كأننا في المغرب. الجماهير العربية كلها كانت تؤازر منتخب المغرب اليوم. سعودي، قطري، مصري، الكل كان تونسي، كل جنسيات. صح فرحوا الشعب، فرحوا البلاد العربية، فرحونا احنا كمقيمين، طلعوا راسنا. مبروك، الف مبروك. فرحة حلوة صح ولا لا؟ بتنام في الاحلام الحلوة. احنا مستنيين كندا، منتظرين كندا. ان شاء الله المنتخب المغربي قدم اداء في المستوى امام المنتخب الكندي اليوم. شرف كل المغاربه. كان يعني الاداء في المستوى كوتشين كان كبير من وليد الركراكي، حتى اللاعبين الاحتياطيين قدموا اداء كبير وبرهنوا على انهم على قد يعني المسؤوليه
وتنظن ان المغرب غادي يكون في الدور الثاني ان شاء الله. يعني اللقاء القادم امام كندا نتمنوا الفريق الوطني يكون يعني عند حسن ظن المغاربه ونتاهلوا للدور الثاني ان شاء الله. اذا الفرحه العربيه مستمره هنا، واظن انها لن تهدأ. زميلتي اريج في كل ارجاء سوق واقف، لن تهدأ. تصريح يا اخي، تصريح الاخوان المغاربه ينتظرون شكرا جزيلا لك احمد نوير. الجميع يريد ان يصرح طبعا بعد هذا الفوز اليوم الكبير للمنتخب المغربي. نتحول الى عمر فهمي من درب لوسيل. عمر، كيف هي الصوره عندك الان؟ نعم أريج، في الواقع يعني بدأ الغزو المغربي هنا لضرب لوسيل، لأن يعني أسود الأطلس زأروا اليوم بقوة أمام بلجيكا، ومعنا هنا مناصر مغربي. يعني ألف مبروك، أسعدتم العرب جميعا. كيف تابعت المباراة؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الماتش كان رائع، وكان نشكر كثير المنتخب أسود الأطلس، وكذلك الشكر كثير للمدرب وليد الركراكي على التغييرات اللي قام بها في الشوط الثاني، والشكر كذلك موصول لدولة قطر على هذا التنظيم الرائع. والحمد لله زي ما تشوف الأجواء رائعة وإحنا فرحانين بزاف، والنصر للعرب وإن شاء الله موفقين، والعرب في النهائيات إن شاء الله. وتحية لبي إن سبور. شكرا. ولأن اليوم لا يوجد مصري أو تونسي أو جزائري أو أردني، حتى اليوم كلنا عرب وكلنا مغرب، لأن المغرب فاز من الأخ من الأردن. احكي لنا يعني كيف تعيش أجواء هذا الموضوع؟ شيء خيال الصراحة، شيء خيال. يعني القطريين أبدعوا بالتنظيم. الفرق العربية قاعدة بتعطي يعني مستويات رائعة جدا. يعني كان ناقصنا امبارح إنه السعودية يتأهلوا، بس يعني للأسف أجلوها للمكسيك. بس ان شاء الله خير. والمغرب اليوم فرحونا كثير، وزي ما حكيت زي ما شايف التيشيرت، اللعيبه توانسه مغاربه سعوديين وقطريين مشجعين عرب، والكابتن فلسطيني. فلسطين دائما في القلب. الله يسلمك. وانت ترتدي اليوم قميص المنتخب المغربي، يعني كان وشك حلو على اسود الاطلس. اوف الحمد لله يا زلمه، الحمد لله. احنا رحنا اول مباراه للمغرب رحنا عليها على الاستاد، بس الثانيه ما صح لنا تكتات، رحنا هون على لوسيل وشجعنا، والحمد لله انتصار كان رائع جدا وفرحونا. الحمد لله الحمد لله يا رب. شكرا جزيلا. معنا ايضا مناصر اخر. يعني اليوم كيف من السعوديه؟ انتم يعني فرحتونا، اول فرحه كانت بالسعوديه الفوز على الارجنتين. ان شاء الله المكسيك متفائل بعد فوز المغرب اليوم. الف مبروك للمغرب الفوز، ان شاء الله باقي شويات وعلى التاهل ان شاء الله. وان شاء الله مباراتنا مع المكسيك متاهلين دور 16 ان شاء الله. واشكر الدوحه وقطر على التنظيم البطل هذا. تعالوا كلكم الدوحه ان شاء الله. ناخذ فقط بقميص حكيم زياش يعني نجم المنتخب المغربي، لانك انا وش المغربي حكيت معك امبارح مباراه الارجنتين، مشجع الارجنتيني تبع امبارح. حكيم اكيد مع المنتخبات العربيه قالبا وقلبا. وحكيم زياش رجل المباراه، اكيد رجل المباراه. حكيم زياش يعني رجعته للمنتخب المغربي عن جد، يعني رجعت هيبه للمنتخب المغربي، وان شاء الله المنتخب المغربي تتأهل للدور الربع النهائي على الأقل إن شاء الله. وتحية لباتيستوتا. الآن نترككم مع هذه الاحتفالات العربية الخالصة خلفنا.